المعركة الأولى التي تنتصر فيها الجزيرة من أجل حرية الإعلام والصحافة في العالم. نريد أن نعرف منك بداية ما الذي دار بينك وبين المدعي العام وكذلك المحامي؟ جمال، أشكرك شكرا جزيلا، وأشكر جميع الزملاء الذين وقفوا معي تلك الوقفة البطولية التي أثبتت للعالم كله أن الجزيرة كما وصفتها إحدى أكبر الصحف الألمانية أمس هي صوت العرب في العالم، صوت الشعوب العربية في العالم. أشكر الشيخ حمد بن تامر الذي كان أول من كلمته حينما أوقفت في مطار برلين، وفورا تحرك بشكل عاجل وحرك كل مكاتب المحاماة الدولية، اتصلوا بي من نيويورك من لندن من كل مكان، وبدأت التحركات. الدكتور مصطفى صواق، الزميل ياسر أبو هلالة، الزملاء جميعا، كان حجم الحركة كان عاليا وسريعا. الجالية الإسلامية والعربية هنا أيضا كانت حركتها فوق الوصف. اليوم حينما خرجت وجدت أكثر من 100 وسيلة إعلام عالمية تقف أمام السجن تحت المطر، عشرات أو مئات من العرب من كل مكان. أشكر كل من تضامن معي من الأحرار في كل العالم وكل من دعمني، سواء من الشعوب، من الإعلاميين، من الصحفيين، من كل الناس. جمال، القضية من بدايتها كان واضحا من بدايتها أن القضية لا تتعلق بطلب الانتربول بالقبض علي الذي كان في 2 أكتوبر 2014، حيث أننا حصلنا من الانتربول بتاريخ 21 أكتوبر على تصريح يثبت أني غير مطلوب لأي جهة وليس علي أي قضايا وليس من حق أي جهة أن توقفني. حينما حاجزت الشرطة الفيدرالية الألمانية في المطار قبل أن يتم ترحيلي، حيث قضيت أكثر من 7 ساعات، وجهت للمفوضة من الشرطة عدة أسئلة مباشرة في حضور المحامي الألماني. كان معي 2 محامين ألمانيين في ذلك الوقت. قلت لها: هذا قراركم موقع كنت أول مرة أطلع على التاريخ، وجدت التاريخ 2. قلت لها: أنا معي قراري أنا بتاريخ 21، إذن هذا القرار الذي تستندين إليه لا حجة له قانونيا. في النهاية ذهبوا وجاءوا، ثم فاجأتني بشيء أثبتت كثير من الصحف الألمانية دقته ومن السياسيين الألمان أن هناك اتفاق خاص بين الحكومة المصرية والألمانية من أجل القبض علي فور وصولي إلى ألمانيا في أي وقت وتسليمي. غدا ستكون هناك أزمة كبيرة لحكومة ميركل هنا بسبب هذه القضية. تقرير لصحيفة زودوتشا سايتونغ هتنشره بكرة، حصل عليه الزميل خالد شمس وترجمه لي، يثبت أن الحكومة المصرية أرسلت عدة طلبات تخص اعتقالي أنا شخصيا حينما أصل إلى الأراضي الألمانية. هذه الطلبات وجهت إلى الشرطة الجنائية الألمانية. الشرطة الجنائية الألمانية وجهتها إلى أعلى جهة قضائية في ألمانيا لاستشارتها، فوافقت على الأمر. اتصلت بوزارة الخارجية الألمانية، فوافقت وزارة الخارجية على الأمر، فأصدروا قرار إلى وزارة الداخلية والشرطة الفيدرالية بالقبض علي حال وصولي إلى ألمانيا بناء على طلب مصري. الحكومة المصرية أرسلت طلبين كما تقول الصحيفة، طلب بتاريخ 18 يونيو وطلب آخر بتاريخ 2 يونيو لاعتقالي. هذه الطلبات الصحيفة ستنشرها غدا بالوثائق رجعت إليها، حتى أن مفوضة الشرطة حينما قالت لي: نحن لن نعتني بقرار الانتربول الذي معك. قلت لها: إذن القضية ليست قضية الانتربول، القضية هي قضية تتعلق بكم أنتم وبعلاقتكم بالحكومة. سألتها سؤال مباشر، قلت لها: هل يوجد أي اتفاقات بينكم وبين الحكومة المصرية تقتضي تسليم المجرمين؟ قالت: لا. قلت: هل يوجد أي اتفاقات جنائية تتعلق بأي تعاون قضائي بينكم وبين الحكومة المصرية؟ قلت لها: إذن إيقافك لي باطل من أساسه، ويجب أن تخرجيني فورا الآن وإلا ستضعي حكومتك في مأزق. المحامي قال: هذا عار على المحامي الألماني، هو من أشهر المحامين هنا، قال: هذا عار على الحكومة الألمانية أن تفعل هذا الأمر. ثم قال لي وهو يحدثني بيني وبينه: يا أحمد، أنا أخشى أن يكون هناك اتفاق سري بين الحكومة الألمانية والحكومة المصرية للقبض عليك وتسليمك. من خلال الكلام الذي أفهمه أنا أفهم الآن هذه الصحيفة التي خرج تقريرها قبل نصف ساعة تقريبا وترجمها لي بسرعة الزميل خالد شمت وستنشر غدا على الصفحة الأولى، أكد هذا الموضوع. وإذا هذا الموضوع صحيح أعتقد أن ميركل وحكومتها ستكون في خطر كبير، لأنها سلمت نفسها لنظام استبدادي انقلابي دكتاتوري جائر يحكم بالمراسيم دون برلمان ودون أي شيء. يعني ما حدث هو انتصار للعدالة
وتوثيقها بشكل أكبر أحمد، نريد أن نعرف بالضبط يعني كيف جاء قرار المدعي العام بالإفراج عنه. أمس قضيت عدة ساعات في حوار مع قاضي يسمى قاضي التحقيق. قاضي التحقيق قال لي: يا أحمد، أنا ليس لدي السلطة للإفراج عنك، وإلا أن أفرجت عنك الآن، لأني أرى أن القضية مسيسة من أولها إلى آخرها، لكن سلطتي هي أني أعد هذه التساؤلات معك وهذا التحقيق معك وأرفعه إلى المدعي العام، والمدعي العام هو الذي يأخذ القرار في أمر الإفراج عنك من التمديد لك. قلت له: أخبرني بالقانون الألماني ما هي الإجراءات التي يمكن أن تتخذوها ضدي بناء على المعلومات التي وصلتكم من الحكومة المصرية. قلت له: هل أنت الآن تعتقلني؟ هل أنا معتقل هنا أو موقوف هنا بأمر وطلب من الانتربول أم من الحكومة المصرية؟ قال: من الانتربول. قلت: هذه وثيقة وأطلعه عليها المحامي من الانتربول بتاريخ 21 وطلب الانتربول إليكم بتاريخ 2. فالقاضي سكت ولم يستطع أن يتكلم. قال: أنا أنفذ الأوامر التي جاءت لي وأنا محدود السلطات والصلاحيات، وقرارك عند المدعي العام غدا ستمثل أمام المدعي العام ليتخذ القرار بشأنك. القضية يبدو أنها تفاعلت سياسيا بشكل كبير. بدأ السياسيون حتى من الحزب الحاكم حزب ميركل يوجهوا تساؤلات إلى الحكومة لماذا دخلت في هذا المستنقع الذي وقعت فيه. في الصباح انقلبت الدنيا، اجتمعت الحكومة، جاء المحامي إلي، أحد المحامين الثلاثة الذين كانوا يدافعون عني، جاء إلي في السجن وقال لي: يا أحمد، الحكومة مجتمعة والحكومة هي التي ستتخذ القرار بشأن الإفراج عنك. المدعي العام قال: أنا ليس لدي أي أوامر بالقبض على أحمد أو التحقيق معه، وبالتالي هو ينتظر قرار الحكومة. كنت أنتظر، بقيت في السجن أنتظر أن ينقلوني إلى المدعي العام حتى يحقق معي، ولكن كان بعض المساجين العرب ينقلون إلي أخبار من هنا ومن هنا من التلفزيونات الألمانية التي يتابعونها. ثم علمت من المحامي، تكلمت معه الألماني، فقال لي: لا أريد أن أكون متفائلا جدا معك، ولكن انتظر مني خبرا إن شاء الله سيكون سعيدا بعد قليل. بعدها جاء أحد المساجين إلي بسرعة وقال: يا أحمد، على الجزيرة السلطات الألمانية قررت أن تفرج عنك. لم ألتقي مع المدعي العام، لم أرى المدعي العام، لكن يبدو أن الحكومة الألمانية شعرت أنها أمام فضيحة دولية كبيرة ستضعها في أحمد عالمي. أحمد لم أحمد يحدث أحمد في هذا تاريخ كلام أي خطير، صحفي. هذا كلام خطير. إذا هو قرار سياسي بامتياز، يعني لم تلتقي المدعي العام هذا ما نشره ولم يقل الإعلام لك الألماني. شخصيا بأنه قد تم الإفراج عنه. جاءك الخبر كخبر سياسي صادر عن الحكومة الألمانية بعد انعقادها. جمال، أنا حصل بيني وبين إدارة السجن، أنا سأروي بالتفصيل في حلقة، سأكون ضيفا في بلا حدود يوم الأربعاء بناء على طلب الزملاء، لست مقدما وإنما سأكون ضيفا يوم الأربعاء. إن شاء الله سأتحدث إلى المشاهدين عن تفاصيل كثيرة مذهلة وعما يمكن أن ينشر غدا. الدنيا مقلوبة هنا في ألمانيا، القضية قضية فضيحة كبيرة وورطة للحكومة الألمانية مع حكومة السيسي، وهناك أطراف متهمة. يعني حينما يقال أنه تم الاتفاق، حينما تقول هذه الصحيفة التي قلت لك اسمها أن هناك اتفاق جرى بين وزارة الخارجية الألمانية وبين الشرطة الفيدرالية وبين وزارة العدل من أجل القبض علي وتسليمي وتقنين هذا قانونيا إلى الحكومة المصرية رغم عدم وجود أي اتفاقات بين البلدين. إذا ثبت صحة هذا الكلام فإن ميركل وحكومتها ستكون في مأزق كبير. ويوم الأربعاء إن شاء الله سنكسب كثير من التفاصيل في حلقة بلا حدود. أشكر الجميع، أشكرك جمال. إذا تريد أن تسألني أسئلة أخرى أنا جاهز أيضا لها. لا لا، بانتظار خروجك على برنامج بلا حدود ضيفا مرة أخرى. نحمد الله على سلامتك، وهذا اسمح لي يا انتصار جمال، ليس انتصارا لك. اسمح لي اسمح لي يا جمال. أنت أحمد منصور. جمال نعم جمال، اسمح لي بس. هناك شخص تحدى الحكومة الألمانية ووقف أمامها بقوة، هو الرئيس رجب الطيب أردوغان. أريد أن أشكره، أريد أن أشكر رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو الذي اتصل بالمحامين أكثر من مرة ليسأل عني ويتابع قضيتي. هؤلاء هم السياسيين الشرفاء الذين يعرفون قيمة الصحفيين الأحرار. شكرا لك أحمد منصور، كلنا أحمد منصور، وكما تعرف أحمد منصور والجزيرة ومعها ملايين آلاف الملايين كانت معك. شكرا لك أحمد منصور في برلين. طبعا نشكر الزميل احمد منصور والحمد لله على شكراً السلامه جزيلاً. وننتظرك هنا في الدوحه احمد. شكرا. هذا وقد رحبت مؤسسات حقوقيه